بشكل عام، وحابب تقول ايه لجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي واللاعبين؟ بقول طبعا هارد لك، لكن النادي الاهلي نادي كبير ومتعود على انك انت الاسد يعني، مش متعودين دايما. النادي الاهلي هي بس اللي جاي، انا متاكد احسن النادي الاهلي دايما الحاجات دي عمر ما النادي الاهلي يفضل يكسب على طول. طبيعي انك انت بتقع شويه، لكن بتقوم تاني. هو ده المهم وهو ده الاهم. اللي بس اللي كان مزعلني ان الاسد دايما ما يدافعش. انا هو ده المهم. الاسد دايما هو اللي بيهجم، هو اللي بيروح عشان ياخد دايما الثلاث نقط. دايما هو ده المهم، انك انت ما ينفعش النادي الاهلي ما عرفش يكسب لان ما عرفش يدافع، ما بيعرفش يدافع. هو مش سمه النادي الاهلي ان هو يعرف يدافع. سمه النادي الاهلي الفرقه نازله خايفه، انا بنزل بصاد الفرقه، بكسب الفرقه. هم كانوا نازلين عاملين خايفين من ده، خايفين ان انت تجيب جول. لو كنت جبت جول كنت خلصت عليهم خالص. لكن بقول للنادي الاهلي ان شاء الله اللي جاي احسن. مجلس اداره وجهاز فني ولاعيبه، لعيبه كبيره ولعيبه تقيله. طبيعي ان ده بيبقى ممكن يحصل، لكن زي ما بقول دايما الاسد ممكن يتعب شويه لكن ما بيموتش. ده سمه الكبار يعني. مش مشكله ان انا في ماراثون بقع شويه، لكن بقوم بنفض اللي عليا واقوم واكمل السباق تاني. عنده بطولات كتيره، داخل في بطولات كتيره جدا. فبالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي. ان شاء الله باذن الله بتمنى لهم التوفيق، لان ده نادي كبير والنادي الاهلي مش يعني ما حدش يحب ان هو يقع، لان النادي الاهلي هو اللي بيخدم على مصر كلها.